هنا احنا بنعمل منتج متغير. تمام، فاحنا هنا اخترنا ان هو يبقى مش منتج بسيط، واخترنا ان هو مش نفس الصورة ومش نفس السعر ومش نفس الحجم. دي التغيرات بتاعتنا. تمام، اخترنا هنا الفئات ان هو يبقى بفئات اخرى. حطينا الاسم بالعربي، والضريبة يا اما الضريبة الثابتة يا اما المحددة لو انت عايز ضريبة محددة رقم معين. وهنا الحد الأدنى والحد الأقصى من الكمية للسلة، والمتابعة عند نفاذ المخزون. وانا حطينا المتغيرات بتاعتي. انا دلوقتي عندي برودكت واحد او منتج واحد، اللون بتاعه اخضر، وفي منه صغير وفي منه وسط. هنا ودوست على انشاء المتغيرات، فهنا انشأ لي كل المتغيرات. حطيت الباركود والرقم التسلسلي والتفاصيل بتاعة كل متغير فيهم. هنا الأخضر الصغير ده أول متغير، وتاني متغير الأخضر الوسط. وحطيت السعر والصورة كلها، ودوست إنشاء. تمام كده أنا أنشأت منتج متغير.